السلام عليكم حبايب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم راح نسوي لكم كبسة الدجاج على طريقتي. خلينا البصل يحمس، ولازم يحمس شوية قبل لا أخلي الدجاج. طبعًا الدجاج هنا أنا راح أخليه على البصل نحمسه أكيد، شوي يذبل أو تردونه يستوي. أني بهيجي بهالأثناء هاي أخلي الدجاج هنا أنا قطعته طبعًا. أزيل من عنده صدر الدجاج وأقطّعه. أكو ناس تخلّيه قطع كاملة، يعني نصين الدجاج نخلّيه، وأني لأ أخلّيه هيجي قطع قطع أفضل. هنا خلينا البهارات هي عبارة عن مثل ما تشوفون: الكركم والكاري والفلفل الأسود والكمون والنوم بصرة والأعواد القرفة. هنا نخليه يتجانس، وهنا نظل نحمس على مود تتجانس المواد اللي هي البهارات ويا البصل والدجاج، على مود يتلابس ويا البهارات شوية، تطلع ريحتها الطيبة. طبعًا الريحة هنا كلش طيبة، مجموعة البهارات الطبيعية أني أسويها بالبيت، اللي أجيبها صحاح وأطحنها. وهنا خلينا البوتيتة مكعبات، لازم يصير مكعبات، ونخليه جذر شوية يحمس ونغطيه. وبعدين رجعت له ورا هيك تقريبًا 3 دقايق، لقيته شوية ذاب نفسه. ونخلي طماطة، إحنا عائلتي شوية بناتي وولدي يحبون الطماطة، وأكو بيهم ما يخلون طماطة. خلينا الطماطة هنا أنا همين راح نغطيها لمدة شوية دقايق. ورجعنا لها لقينا شوية المواد كلها ذابة نفسها، البوتيتة مستوية والطماطة همين ذبلانة ويا الدجاج. وهنا الريحة كلش طيبة طلعت، اللي هي بريحة البهارات ويا البوتيتة. وهنا خلينا معجون. اكو ناس ما تخلي معجون، يعني تريدها يعني في صفرة. احنا هنا عائلتنا يحبوها حمرة، وانتم بكيفكم، يعني اختياري هذا الشيء. همين نتجانس المعجون راح نخلي المي، وشوية نخلص من التكتلات، شوي شوي نخلي المي، انضافة المي. وراح نخلي الملح، أكيد لا ننسى الملح حسب الرغبة. طبعًا تخلونها يعني الملح مالتها متوسط أو شوية قليل. وهنا راح نخلي المي حسب كمية الدجاج، بس يغطيه على مود يستوي، ونغطيه بعدين نرجع تقريبًا. هنا لقينا إن شاء الله الدجاج مستوي ورا تقريبًا 10 دقايق، أكثر شوي من 10 دقايق لقينا الدجاج مستوي. لا أخليه على نار عالية، نار يعني متوسطة، على مود لا يخلص المي والدجاج بعده ما مستوي، تخلونه على نار ناصية. هنا الدجاج مستوي طلعناه كله قطع قطع. وهنا أنا راح أضيف التمن. طبعًا التمن منقوع ما قبل نص ساعة، أنا منقعته غاسلته. تمن بزمكي أستعمل. وهنا أنا راح نخليه على كيفنا على هاي الخلطة والصلصة، لأن بيها عبارة عن النوم بصرة والهاي والأعواد القرفة، فنخليه على كيف ما نخلطه نجان نسوي الصلصة. وهنا عفناه طبعًا 5 دقايق، لقينا ممتص السوائل. وشوية هنا همين نسوي فتحات أو هيجي، يعني أني هاي طريقتي، أسوي فتحات على كيف على مود لا ينمرد التمن، تطلع حبة حبة. وراح همين نغطيه ونعوفه نتركه شوية. نتركه تقريبًا همين دقايق ونرجع له نلقاه ممتص كلش، يعني ناشف التمن حبة حبة. وهنا مثل ما تشوفون البوتيتة والمواد. وهنا نخلي حبايب، وإن شاء الله راح أنزل لكم وصفات البهارات. يعجبني أشوفكم شلون أسوي البهارات. ولا تنسون اشتراك بقناتي حبايب، على مود إن شاء الله يعني واحد يصير واهس ينزل لكم